انا عارف ان الفيديو ده هيزعل مني ناس كتير، عشان انا جاي اقول رأي مش سائد ومش منتشر. انا جاي اقول لكم باختصار روحوا التوكيل يا جماعة. ثانية واحدة بس، وقفت الفيديو ليه؟ طبعا انت كنت متوقع اقول لك العكس في ظل الغلا اللي احنا فيه ده، بس انا الصراحة متمسك برأيي، وهقول لك نقطة واحدة من وجهة نظري وناقشوني فيها في الكومنتات. ليه ده افضل وقت نروح فيه التوكيل؟ زمان التوكيلات كانت بتكسب من بيع العربيات وكمان بتكسب من الصيانة، لكن دلوقتي التوكيلات ادينا كلنا شايفين ما هو مفيش عربيات اصلا عشان يبيعوها، فالتوكيل بقى مهتم جدا بالجزء الخاص بخدمة العملاء والصيانات الدورية، وبالتالي ده فرق في الكواليتي اللي انت بتاخدها في الصيانة، وكمان فرق في اسعار قطع الغيار. انا شخصيا في قطع الغيار بتاعت عربيتي بتاعت الصيانه الدوريه بقيت الاقي اسعارها في التوكيل زي بره، ويمكن ساعات ارخص كمان. وده ليه سبب مهم، ان التوكيل لما بيستورد قطع الغيار بيستورد قطع غيار بكميات كبيره جدا، فسعرها طبعا بيبقى واقف عليه ارخص. طب تعالى بقى نروح لنقطه تانية كمان، والنقطه دي انت ممكن بنفسك تسال فيها. روح التوكيل او كلم خدمه العملاء، اسال على سعر التيل بتاعك كام، واطلع بره عند حد مضمون اسال على سعر التيل الاصلي بكام. هتلاقي ان الفرق قريب جدا، ويمكن التوكيل يطلع ارخص كمان. انا مثلا هحكي لك على موقف شخصي حصل معايا حرفيا. كنت بدور على كاوتش للعربيه، وطبعا انتوا عارفين اسعار الكاوتش دلوقتي عامله ازاي، فبالصدفه وانا في التوكيل بعمل صيانه قالوا لي ان الكاوتش عايز يتغير، فانا على سبيل تضييع الوقت وانا قاعد مع المهندس قلت اما اساله على سعر الكاوتش. لقيت ان الكاوتش اللي عندهم مواصفته اعلى من الكاوتش اللي موجود عند الوكيل بره، وسعر الفرده ارخص 1500 جنيه من سعر الفرده بره. اتفاجئت صح؟ عشان كده بقول لك اسال، مش هتخسر حاجه. طيب نروح لنقطه تانية، احنا عارفين ان اسعار قطع الغيار غليت، وبالتالي كل تجار قطع الغيار بقوا يدوروا على بدائل ارخص عشان السعر يفضل حنين على الزبون، فبقى يجيب قطع غيار بانواع تانية ممكن مواصفاتها ما تكونش احسن حاجه، بس في الاخر سعرها مناسب. وده بصراحه من وجهه نظري مش حاجه كويسه، لان قطعه الغيار الرخيصه زي ما احنا عارفين ما بتعمرش زي قطعه الغيار الغاليه. ده غير الخطر والتوابع اللي ممكن تحصل لك، زي موضوع التيل مثلا، ما هو لو تيل وحش هيبوظ الطنابير، فتبقى وفرت 500 جنيه في التيل ودفعت اضعافهم في طنابير جديد. انا كده كده عارف ومتوقع نوع الكومنتات اللي هتيجي على الفيديو ده، بس انا مستني حد يكلمني بالمنطق في اللي انا طرحته.